الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي بارك الله فيكم، فهذا المجلس السادس من مجالس شرح البيقونية، ولقد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن الانقطاع في السند، وقلنا أن الانقطاع قد يكون في أول السند، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. أما الانقطاع في أول السند، وهو الذي يحذف من مبتدأ إسناده راو واحد فأكثر، فهذا هو المعلق. والذي يحذف من آخر السند هذا هو المرسل، بأن يضيف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو حديثا فيضيفه ويسقط الواسطة، ولا يدرى ما هي الواسطة، هل هو صحابي؟ حينئذ نصحح الحديث، فلا يهمنا إن لم يوجد الصحابي إذا عرفنا أن الذي سقط في الإسناد هو الصحابي. ولكن المشكلة إذا كان التابعي قد أسقط واسطة تابعي غيره، حتى أنه وجد أن هناك 7 من التابعيين كل يروي عن الآخر، لذلك المرسل من قسيم الضعيف. ولربما يكون السقط في وسط الإسناد، وهو على ضربين: المنقطع، وهو ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر، وليس بشكل متوالي. ما سقط من وسط إسناد راو واحد أو أكثر ليس على التوالي. والقسم الآخر المعضل، وهو ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي. قال المؤلف رحمه الله: والمعضل الساقط منه 2، وما أتى مدلسا نوعان. المعضل تكلمنا عنه. أما المدلس وهو مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة، ويقولون قد دلس السلعة أي أخفى عيبها، هذا لغة. أما اصطلاحا فهو عمل يقوم به الرواة ليخفوا شيئا معينا. هذا طبعا ليس معنى الاصطلاح، أنا الآن أشرح، لكن يعرف التدليس بعد أن نذكر أقسامه، فنذكر كل نوع ونذكر تعريفه. قسم العلماء التدليس إلى أنواع كثيرة، ولكن أشهرها تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد، ولاحظوا عندما نتكلم تدليس الإسناد عن ماذا نتكلم عن شيء في الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. لاحظوا بارك الله فيكم، هذا الراوي يروي عمن سمع منه، أي عن شيخه، لابد أن يكون شيخا له. يروي عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وهي عن، كأن يقول مثلا، عن هي الأشهر، وهناك قد تكون صيغ أخرى. يقول مثلا الراوي، مثلا يقول وليد بن مسلم عن الأوزاعي، أو يقول سفيان الثوري مثلا عن شعبة، يقول قال سفيان عن شعبة كذا، هذه عن. وسفيان تلميذ لشعبة، وسفيان الثوري يعتبر من المدلسين، وإن كان تدليسه فيما أذكر أنه مقبول، ولكن هذا الذي جاء في بالي الآن. سأذهب من هذا المثال، سأخرج إلى مثال أوضح أو مثال أدق وأضبط. ابن جريج يدلس عن غيره، يدلس عن الزهري مثلا أو عن غيره، يقول عن
هو شيخه لكن جاء بصيغة تحتمل السماع، فجاء بهذه الصيغة ولم يكذب حتى ما نقول أنه كذب. نعم هي عن شيخه لكنه أسقط الواسطة حتى ما أحد يقول أنه كذب وما كذب، ولكنه أسقط واسطة. نعم هذا الحديث عن شيخه، لكن هل عن شيخه مباشرة سمعه منه أم عن طريق غيره؟ هنا التدليس. طبعا كيف يعرف؟ يعرف بتتبع أحوال الراوي أنه فعل هذا، أو بسؤاله عمن سمعته. عندما يقال له عمن سمعت هذا يقول سمعت عن فلان عن شيخي، يعرفون أنه دلس. والراوي إذا دلس مرة واحدة قد كشف لنا عيبته، قد كشف لنا عيبته فقط لو دلس مرة واحدة كما قال كثير من العلماء. إذن هذا هو تدليس الإسناد، يدلسه وكأنه لا يوجد فيه أي شيء. أنت تنظر هذا يروي عن شيخه لا يوجد مشكلة فتصحح السند، لكن لا تعرف أن هناك مشكلة قد أخفاها، لذلك أخذ الكلام والدلس من الإخفاء. أسقط هذا الواسطة. لماذا أسقطه؟ أسباب كثيرة. قد يكون ضعيفا لا يريد أن يروي عن الضعفاء، وهذا طبعا خطير. قد يكون أصغر منه سنا لا يحب أن يروي عنه. قد يكون يوثقه هو ولا يوثقه غيره. الأمور كثيرة وأسباب كثيرة، وهو لم يكذب، ولكن قد أتى بما يشق على العلماء، حيث أنهم أرادوا الآن أن يبحثوا هل هذا سمعه منه أم لم يسمعه منه. لذلك قال العلماء المدلس إذا دلس في تدليس الإسناد هذا مثل هذا أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة السماع، أي بعدم تصريح، قال لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع عن شيخه. لابد أن لأنه هو ما يكذب، هو ثقة، لابد أن يقول حدثنا أو قال لنا أو أخبرنا صيغة تصريح ثابتة. أما إذا أتى بصيغة محتملة عن شيخي يقول عن فلان هذه خاصة عنه، إذا ماذا؟ لا يقبل منه. هذا هو تدليس الإسناد. وهنا مسألة قد تكلمنا عنها وهي المرسل الخفي. المرسل الخفي هو انقطاع وليس تدليس. المرسل الخفي هو أن يحدث الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. التدليس يروي عن شيخه أي الذي سمع منه في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث دلسه. بينما المرسل الخفي هو حقيقة هذا الراوي لم يسمع من هذا الذي معه، هو عاصره فقط. فيأتي رجل يقول بهذا المعاصر، هذا عاصر هذا قد لقيه ويحمله على الاتصال، ولكن يكتشف أنه قد أرسله إرسالا خفيا، أرسله إليه وهو منقطع، وهو من قسيم الضعيف، ولكنه خفي يخفى على كثير من الناس. إذا تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، أو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. ما الحل؟ هل يضعف حديث هذا المدلس؟ يضعف إذا عن، أما إذا صرح فيقبل. إذا لا يقبل حديث المدلس حتى يصرح بالتحديث. طيب النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، أيضا هذا في السند. تدليس الشيوخ أن يذكر الراوي شيخه بلقب أو بكنية أو بصفة لا يعرف بها. يعني ذكر شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى الرملي مثالا طيبا، قال لو قلت لكم الآن حدثنا أبو عبد الرحمن ابن قائدة الخلالي، فهل ستعرفونه؟ الكثير منكم لا يعرف من هذا، وهو حقيقة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، اسمه مقبل
ابن هادي ابن مقبل ابن قائدة الهمداني الوادعي الخلالي، وكنيته أبو عبد الرحمن. فيأتي هذا الراوي يريد أن يدلس شيخه حتى لا يعرفه الناس لأسباب كثيرة، قد يكون ضعيفا، وقد يكون سببا آخر كما فعل البعض، كان يريد أن يكثر شيوخه، مرة يذكره باسمه، مرة بلقبه، مرة باسمه وبلده ونسبته، مرة بكنيته، فتظن أن له 4 شيوخ وهو شيخ واحد. عندما بحث العلماء وجدوا أنه يريد أن يتكثر بالشيوخ، غفر الله له، وأسباب كثيرة. فيأتي هذا الراوي ويلقب شيخه بشيء لا تعرفه عنه أو لا تعرفه فيه، فتظن أنه آخر. والآن أنت ماذا تفعل أيها الحاكم على الحديث؟ تبدأ وتبحث من هذا الرجل. إذا ماذا فعل بك مدلس الشيوخ؟ قد أتعبك وشق الأمر عليك، إذ بحثت في كتب الرجال عن هذا الرجل ولن تجده، وحقيقة قد يكون رجلا معروفا ولكن ليس معروفا بهذه الكنية. هذا يسمى تدليس الشيوخ. وهناك أنواع أخرى. طبعا هذا تدليس الشيوخ لا يقبل من المدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ إذا عرف به حتى يصرح باسم شيخ، لا بد أن يصرح باسم الشيخ المعروف. هناك أنواع أخرى من أنواع التدليس، وهناك نوع مهم يسمى تدليس التسوية، وهذا بعض العلماء قد جعله داخلا في تدليس الإسناد، وهناك من جعله قسما آخر ذكرته لأنه موجود بكثرة. تدليس التسوية هو أن يسقط الثقة راويا ضعيفا بين ثقتين، أو نقول أن يسقط الراوي شخصا ضعيفا بين ثقتين في مكان ما في السند، ليس شرطا أن يكون بينه وبين شيخه، لربما بين شيخه وشيخ شيخه، وهكذا إلى آخر السند. نعطيكم مثالا حقيقيا، ما كان يفعله الوليد بن مسلم إمام الشاميين أو إمام من أئمة الشاميين رحمه الله تعالى. كان ماذا يفعل؟ يحدث عن الأوزاعي ويسقط شيخ الأوزاعي الضعيف ويذكر شيخ الأوزاعي الذي سمع منه. تأتي أنت تنظر، الوليد سمع من الأوزاعي والأوزاعي سمع من ذلك الشيخ، مع أن الوليد قد أسقط بين الشيخ والأوزاعي، أسقط رجلا، أنت لم تنتبه. هذا ما يسمى تدليس التسوية، أي سواه فلم تنتبه عليه. سئل الوليد رحمه الله تعالى لما تفعل هذا؟ قال: أنبل شيخي أن يروي عن الضعفاء. أنبل شيخي أن يروي عن الضعفاء. أنبله أي أنبله، أرفعه، يجعله نبيلا. لا أقبل أن شيخي الأوزاعي يروي عن الضعفاء، ما شاء الله، اللهم بارك، هذا من محبته لشيخه. لكن هذا ماذا فعل؟ هذا قد أتعب العلماء بفعلته، غفر الله له. أنت أردت أن تنبل شيخك فأتعبت غيرك، غفر الله لشيخك ولك. الرواة قد يرون عن الضعفاء، قد لا يعرفون أنهم ضعفاء، قد يعرف ولكن روى هذا الحديث فأذكره، والعلماء بعدها يقررون، ولن ينزل هذا من قيمة الأوزاعي ولا غيره. فكم من راو يروي عن الضعفاء كبار. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: حدثنا الثقة. بعد فترة تكتشف أن الثقة هو إبراهيم بن محمد، وهذا رجل متروك عند العلماء، وكان يقول: الثقة وهو شيخه. على كل حال هذا هو تدليس التسوية. ما الحل في تدليس التسوية إذا عرف أن رجلا كالوليد يفعل هذا؟ قال العلماء: لا بد أن يصرح بالسماع في جميع السند، لا يقبل، لا بد أن يصرح بالسماع في جميع السند حتى يقبل حديثه. وهذا نتيجة عمله. أنت فعلت هذا فحديثك ما عاد يقبل إلا بالتصريح بالسماع. طيب، إذن هذا هو التدليس باختصار. ولمن أراد الاستزادة فهناك كتب أخرى تتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى، وسنتكلم عنها في الباعث وفي غيرها بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله:
وما يخالف ثقة به الملا. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. بدأ الآن يتكلم عن شيء من أقسام الضعيف وهو الشاذ، ولعلنا قد تكلمنا عن الشاذ بما فيه الكفاية عندما ذكرنا عن شروط الصحيح، وذكرنا الشرط الرابع وهو الشاذ، وقلنا أن الشاذ هو الفرد لغة، واصطلاحا مخالفة المقبول. المقبول يدخل فيه الثقة والصدوق. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، وذكرنا أمثلة في ذلك، وذكرنا مثال تحريك الإصبع حتى نظهر الخلاف الذي بين العلماء كالشيخ الألباني الإمام الحجة الحافظ المحدث رحمه الله تعالى في زماننا، عندما صحح حديث تحريك الإصبع في الصلاة في التشهد الأخير في التشهد، وهناك علماء لم يصححوا الحديث. قال ابن رشد الحفيد المالكي، وهذا الكلام منقول من كلام شيخنا، قال ابن رشد الحفيد المالكي في كتابه بداية المجتهد: واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط. هذا يبين لك أن المسألة خلافية. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد اعتبرها وقال أن هذه زيادة تفسيرية من زائدة ابن قدامة، وهناك علماء قالوا بل هذه شاذة، إذ خالف زائدة أكثر من 11 أو 12 أو 12 راويا لم يزيدوا زيادة التحريك. على كل حال هذا مثال بالشاذ، وهناك أمثلة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. الإقلاب أو القلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، لذلك قال: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا يوجد 3 أنواع تقريبا مشتهرة في القلب أو الإقلاب. طبعا هذه تعود على الحديث بالضعف، وهذا من قسيم الضعيف. قد يكون الإقلاب في السند وقد يكون الإقلاب في المتن. إذن أولا قد يكون الإقلاب في السند، ثانيا قد يكون الإقلاب في المتن، ثالثا قد يكون الإقلاب في قلب سند على متن آخر. 3 صور مشتهرة: إقلاب في السند، في ذات السند هناك قلب، لأن تقلب راو عن راو آخر، أو تقلب اسمه بدل اسم أبيه. القسم الثاني إقلاب متن وسنذكره. القسم الثالث إقلاب سند لمتن آخر. أما القسم الأول فهو إقلاب السند، كأن تبدل راو مكان راو آخر، كأن تقول حدثنا، أو يقول الراوي حدثنا عبد الله بن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي راو آخر ويقول حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، مع أن المشهور يكون عند الحديث هو عبد الله بن سالم، فهذا يكون قد قلب الراوي براو آخر. وقال شيخنا: هذا يقع كثيرا، الغالب يقع من الكذابين والوضاعين الذين يغيرون يبدلون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيك هذا الوضاع ويأتيك بطريق جديدة، مع أن المشهور أن الحديث من رواية عبد الله بن سالم، ولكن هذا يريد أن يأتي بطريق مختلفة لتروج بضاعته، فيأتيك ويقول عن نافع، ولربما يقول عن نافع متبعا الجادة. هذا مصطلح عند العلماء، يقولون فلان اتبع الجادة في الحديث. ماذا يعني؟ أي أنه المعروف أن عادة الرواية تكون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوضاع ومشى بهذه الطريق كذبا فاتبع الجادة فيها، أو ربما يكون رجل اتبعها خطأ ضعيف الحفظ، اتبع الجادة أي المعروف هذا الطريق، ولكن حقيقة هذا الحديث ليس من هذه الطريق، فهو مقلوب. هذا إبدال السند أو قلب السند. كذلك صورة أخرى في قلب السند
أن يقلب الراوي بدل اسم أبيه، تقول كعب بن مرة مرة بن كعب، كعب بن مرة مرة بن كعب، أو تقول عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، أو يأتيك رجل يقول سفيان الثوري وهو سفيان بن عيينة، وهكذا. هذا قلب في السند، وهذا ضعيف. كذلك هناك قلب في المتن، كحديث عند مسلم قلب لفظ في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في آخر الحديث ورجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم فأخفاها، أنفق بيمينه صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه. قلب المتن فقال أنفق بشماله أو أنفق صدقة حتى لا تعلم يمينه ما فعلت شماله، هذا القلب. والصحيح أنه حتى لا تعلم شماله ما فعلت يمينه. القسم الثالث إبدال سند إلى متن آخر. سند مثلا حديث الأعمال بالنيات، وهذا مثال ذكره شيخنا. حديث الأعمال بالنيات يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. وحديث آخر يرويه شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يأتينا واحد ويقلب سند حديث الأعمال بالنيات بسند حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا قلب إسناد لمتن آخر. ونعطي قصة قد حدثت يرويها ابن عدي والخطيب البغدادي والذهبي في تاريخ الإسلام والخطيب في تاريخ البغداد، وابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه من روى عنهم البخاري في الصحيح، وذكر هذه القصة. قيل أن البخاري رحمه الله تعالى قد دخل إلى بغداد فأرادوا أن يختبروه، فأتوا ب10 رواة وأعطوا كل واحد 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد لمتون أخرى، يعني 100 حديث مقلوبة الأسانيد. فدخل البخاري، اجتمع الناس أرادوا أن يحدث، فجاء الرجل وقال ما قولك في حديث كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الحديث مقلوب الإسناد لمتن آخر وهذا ضعيف. فقال البخاري لا أعرفه. قال ما رأيك في حديث كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال لا أعرفه، حتى انتهى من 10 وهو يقول لا أعرفه. ثم جاء الراوي الثاني بأحاديث أخرى مقلوبة الأسانيد لمتون أخرى، والبخاري كلما يسمع حديث منه يقول لا أعرفه. الناس الذين ليس لهم خبرة في الحديث قالوا هذا الرجل هذا ليس بحافظ، هذا ضعيف، لا يوجد حديث يعرفه. مر عليه 100 حديث، 10 رجال رووا له 100 حديث وكل حديث يقول لا أعرفه، فظن الناس أنه جاهل في الحديث. لكن العلماء الكبار النقاد الحفاظ علموا أن الرجل قد فطن وأنه حجة وإمام. بعدما انتهى 100 من الأحاديث المقلوبة أعادها البخاري عليهم مقلوبة كما ذكروها، وصار يقول أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا 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 عن كذا وكذا فهذا خطأ، والصحيح كذا وكذا 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 عن كذا وكذا، وصحح الأحاديث. ذكر 100 الخاطئة التي ألقوها عليه في تلك اللحظة فحفظها في نفس الوقت ثم صححها على أصلها، فأذعن العلماء له بالإمامة في الحديث رحمه الله تعالى. الشاهد هذا هو قلب الإسناد على المتن. قال المؤلف رحمه الله والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، أو قل والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. لكن الصحيح في اللفظ أو في طريقة إلقاء هذه المنظومة فيما أذكر والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، والله تعالى أعلم. الأمر سهل. على كل حال الفرد هذا من التفرد، وهو يشبه الغريب، ويقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو أن يتفرد راو في سند، وهذا بمعنى الغريب تماما. لا نتكلم عن الفرد أنه ثقة أو غير ثقة،
ولكن نتكلم على أن هناك من تفرد في هذا الإسناد أي لم يذكره غيره، هذا يسمى فردا. يقولون هذا الحديث تفرد به فلان، هذا الحديث فرد. هناك ذكر الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير لعله قد أفرد كتابه لبيان الغرائب والأفراد في الحديث. فالفرد المطلق هو بمعنى الغريب الذي كنا قد ذكرناه في في قسم الحديث، حديث الآحاد. وننبه أننا لا نتكلم عن صحيح وضعيف، إنما نتكلم عن من تفرد. الآن بعدما ننظر هذا الذي تفرد هل هو ثقة أو غير ثقة، علما بأن الأفراد عادة تطلق على الثقات، وهذا قول وجيه. يقولون عندما يقول تفرد به فلان عادة الأفراد تفردات الثقات، لذلك قال والفرد ما قيدته بثقة، أي تفرد به فلان الثقة. هذا القول الذي يريده المؤلف. وهناك من يقول الفرد ليس شرطا أن يكون ثقة، قد يكون غريبا تفرد به فلان قد يكون ضعيفا تفرد به رجل ضعيف. لكن لعل الأولى والله تعالى أعلم عند الإطلاق أن نقول الفرد هو الذي يقيد بثقة، الذي يتفرد به الثقة، وهذا هو الفرد المطلق. بينما الذي يتفرد به الضعيف فله كلام آخر وهو المنكر، كما سنبين إن شاء الله تعالى في وقته. هذا الفرد يسمى الفرد المطلق. هناك نوع آخر يسمى الفرد النسبي، وهو على قسمين أساسيين. فرد النسبي كأن يكون الحديث ليس غريبا بل مشهورا، ولكن تفرد به أهل بلد، تفرد به الشاميون. يعني هذا الحديث يعرف عند الشاميين فقط، يأتيك الراوي يقول هذا حديث رجاله شاميون، أو هذا الحديث رواه الشاميون عن فلان ولم يروه غيرهم. ليس شرطا أن يكون واحد، هو قد يكون 10 أو 20، لكنهم كلهم من بلد واحدة، فهذا فرد نسبي تفرد به بلد عن البلاد الأخرى. وهناك نوع آخر من الفرد النسبي، وهو أن يكون كما قال قصر على رواية. كيف؟ طبعا الجمع الذي قال أو جمع يريد به بلد، قال أو قصر على رواية يريد به أن يأتي هذا الحديث مشهورا من عدة طرق. مثل هذا الحديث يرويه مالك، ويرويه عن مالك 5، ويرويه أبو خالد الأحمر، ويرويه عن أبو خالد الأحمر 3، ويرويه الليث بن سعد، ويرويه عن الليث 1. انتبهوا، لماذا قلت مالك وأبو خالد والليث؟ لأنهم كلهم في طبقة واحدة. مالك يروي عنه هذا الحديث المعين 5، أبو خالد الأحمر يروي عنه هذا الحديث 3، الليث بن سعد يروي عنه ذات الحديث 1 فقط. نقول هذا الواحد تفرد في الحديث بالنسبة لرواية مالك ورواية من؟ أبي خالد الأحمر، لأن أبي خالد الأحمر اشتهرت، لأن أبا خالد الأحمر روايته قد اشتهرت إذ رواها 3 فصارت ثابتة عنه، ورواية مالك اشتهرت لأنه قد رواها عنه 5 فصارت ثابتة. لكن الإشكال يأتينا في أن الذي تفرد عن الليث، لماذا تفرد؟ هنا يشعر أن هناك علة وخطأ، وأن هذا الرجل قد ساق طريقا خاطئة. لذلك هذا الفن مهم جدا لمعرفة الخطأ. نعم، إذن هذا هو الفرد النسبي. قال المؤلف رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. ذكرنا المعلل في الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. الحديث الضعيف هو علل، ولكنه إذا وجدنا مثلا انقطاعا في السند هذه علة، إذا وجدنا أن الراوي ضعيف علة، إذا وجدنا أن الراوي ليس بعدل علة، إذا وجدنا شذوذا في الرواية علة، إذا وجدنا الحديث في مقلوب هذه علة. لكن هذه العلل كلها قد تكون ظاهرة. لكن إذا اكتشف علة أي سبب يقدح في صحة الحديث ويكون خفيا، هذا ما يريدون به العلة. لذلك ذكرنا أن العلة سبب خفي قادح في صحة السند مع أن ظاهره السلامة منه.
لابد أن يكون سببا خفيا قادحا. هناك أسباب خفية ليست بقادحة، كأن يأتي رجل يقول عن سفيان وبعد التمحيص والتفتيش يكتشف أنه عن سفيان بن عيينة، وبعد التمحيص والتفتيش يكتشف أنه سفيان الثوري، كلاهما ثقة. فهذه علة، سبب خفي لكن ليس بقادح. وذكرنا مثالا للقادح، ذلك أبو أسامة حماد بن أسامة رحمه الله، عندما أتى يزيد بن جابر الدمشقي إلى العراق وبدأ يحدث، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عفوا، وهو ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي أو الشامي، وحدث الناس ثم ولى، ثم جاء بعده عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الشامي وهو ضعيف. لاحظ الفرق في اسم الجد، ذاك جابر وهو ثقة، وهذا تميم وهو ضعيف. فجاء أبو أسامة وحدث وسمع من الضعيف وصار يظن أنه هو الثقة، فكان يقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي. نظر العلماء قالوا هذا حديث إسناده صحيح، لكن بعد التفتيش نظروا في التواريخ، وهذا من دقة العلماء وعلمهم، وبالتالي يسلم لهم. لا بد لنا أن نسلم للكبار القدامى من علمائنا، علماء الحديث والنقاد كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم، كلهم لابد أن نسلم لهم علمهم. قالوا هذا لم يسمع من هذا، نظروا إلى التواريخ. لذلك علم التاريخ وعلم الطبقات ومعرفة عمر الراوي ومعرفة البلاد التي دخلها وغير ذلك، كل هذا مهم في مصطلح الحديث، حتى تعرفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يحفظ بهذا بطريقة عبثية، بل بطريقة علمية دقيقة. سخر الله سبحانه وتعالى للإسلام جهابذة علماء حفاظ كبار، حفظوا دين الله، حفظوا الكتاب والسنة. فالحمد لله الذي وعد ولم يخلف الميعاد فحفظ دينه، ولا يجرؤ أحد أن يدخل لنا في هذا. عندما كان رجل وضاع يأتي ويضع الحديث فأرادوا أن يقطعوا رأسه، فقال له رجل فقال أين قد وضعت لكم 5000 حديث ضعيفة. فقال له بعض العلماء أو قال له أحد الواقفين يعيش لها الجهابذة. هناك جهابذة يفتشونها ويبينون كذبها وزيفها. فالحمد لله. فعرف العلماء أن أبو أسامة لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بل قد سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، والثاني ضعيف. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.